صدمة كبيرة بالوسط الرياضي بعد قرار حبس اللاعب رمضان صبحي، واللي قررته محكمة جنايات الجيزة بشبرا الخيمة، وده بقضية اتهامه بتزوير محرر رسمي داخل أحد المعاهد السياحة والفنادق. كشفت الأخبار إن رمضان قضى اليوم الأول بعد قرار حبسه في سجن الكيلو 10 ونص، ومحدش في الفترة دي زاره خالص غير المحامي الخاص بيه. وعلق بعض المحللين الرياضيين على الموقف إن رمضان كان من أحسن المواهب، ولكن هو كان العدو الأول لموهبته بسبب عقليته وتفكيره وبعض القرارات الغير موفقة، بداية من خروجه من النادي الأهلي ورجوعه السريع من تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي، وحتى طريقة انتقاله لبيراميدز حطت عليه ضغوطات كتير. رمضان فضل المكسب السريع وساب تطوير موهبته. وفي النهاية برضو يهمني متنساش بقى السبسكرايب والشير واللايك عشان ده بيخلينا نكمل.